طيب الله أوقاتكم أينما كنتم سيداتي سادتي. من تلفزيون دولة إريتريا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. السلوى معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. كأس هدية الاستغلال يواصل جولته. شهد بوكلاء الصحة في الغرة لمكافحة الملاريا. لقاء لتعزيز مساهمة أولياء الأمور في مكافحة الجريمة. جرحى بقصف جوي إسرائيلي في محيط دمشق. الهند تحذر الصين من الانتشار العسكري لقواتها على الحدود. شقيقة الزعيم الكوري الشمالي تحذر من اتفاق ردع النووي بين سول وواشنطن. أهلا بكم إلى التفاصيل. تجول كأس هدية الاستغلال الذي انطلق في 24 من أبريل من نغفة إلى مديريات شعب قندع مصوع ودهلك، وأمضت هدية الاستغلال ليلة 25 من أبريل في شعب، وعبرت مساء 26 من أبريل برا المنطقة الرملية التي رسمت فيها خطة عملية فنقل الإعجازية كمناطق وادي قنطال وقدقد وشبح، واستقبلها المواطنون بحفاوة كبرى. وقد سلمها مدير مديرية شعب السيد أبو بكر إبراهيم إلى مدير مديرية قندع السيد عمر يحيى في مراسم نظمت في منطقة متكلابيت. وبعد ذلك توجهت هدية الاستغلال قندع على طريق قحتيلية الذي قطعه الجيش الشعبي أثناء تحرير مدينة مصوع الساحلية، واستقبلت استقبالا شعبيا مصحوبا بالمناشط الفنية والثقافية في جبهة قندع التي شهدت عملية استشهاد كبيرة. وقام المواطنون في قندع وقحتيلية ودنقل العلاي وتحتاي والموظفين وأعضاء قوات الدفاع في 27 من أبريل بتوديع الهدية ليتسلمها مدير مديرية مصوع السيد هيلاس فهم من مديرية قندع السيد عمر يحيى في مراسم جرت في منطقة ماي أطال. وتحركت من ساحة سينما سقالة التي شهدت مذابح بربرية متجهة إلى سالينا، حيث نصبت تذكار لشهداء برفقة المواطنين وقوات بحرية وجوية، وقدمت فعاليات ثقافية وفنية. وسلم مدير مديرية مصوع السيد هيلاس فها هدية الاستغلال لمدير مديرية دهلك السيد محمد علي بوكاليا في مراسم جرت أمام فندق دهلك، وتوجهت إلى مديرية دهلك في رحلة بحرية حيث استقبلها السكان بحفاوة كبيرة. وسيتجول كأس هدية الاستغلال اليوم 29 من أبريل في مديريتي فرو وقلعلو، ليتم تسليمه غدا 30 من أبريل إلى أقليم جنوب البحر الأحمر في مراسم تجرى في طيعو. أفاد مسؤول المؤسسات الصحية في مديرية مندفر الممرض إسحاق قبر برهان بأن وكلاء الصحة في القرى يقومون بدور هام لمكافحة الملاريا. وأوضح في الاجتماع الذي عقده يوم 26 من أبريل في مندفر أن الملاريا من الأمراض المعدية التي تظهر في المديرية في بعض الأحيان، وتجري مكافحته بمشاركة قوية من وكلاء الصحة في القرى. وذكر وجود 61 من وكلاء الصحة في القرى يعملون للتوعية الصحية وإزالة مسببات مرض الملاريا وعلاج المرض، ودعا لاتباع الشهادات المهنيين الصحية لمكافحة الملاريا والعمل لضمان إصحاح البيئة وعدم برك توالد البعوض. ودعا الاجتماع لمواصلة أنشطة التوعية لاستخدام الناموسيات ورش المبيدات على أماكن توالد البعوض. وقال مدير مديرية مندفر السيد هزكاس وهبات أن على الشعب المشاركة الفاعلة في جهود السيطرة على الملاريا، مشيدا بدور وكلاء الصحة في القرى لضمان صحة المجتمع. دعا قائد شرطة الإقليم الأوسط المقدم قرماي قبر ميكائيل في السيمينار الذي عقده لسكان قدايف يوم 26 من أبريل، دعا أولياء الأمور لتعزيز دورهم لتوجيه الأبناء، وشدد على أهمية تعاون أولياء الأمور مع الشرطة للسيطرة على خرق القانون من الشباب والطلاب.
وقال أن الجرائم والمخالفات التي ارتكبت العام الماضي كان أغلبها من الطلاب من عمر 15 وحتى 18، وهم المتواجدين في الدراسة من الصف السادس وحتى الصف العاشر. وأشار إلى كشف الجرائم بتعاون الشعب، داعيا للمشاركة الشعبية القوية للحد من الجرائم والمخالفات القانونية. وأوضحت مديرية قدايف السيدة تبلز تولده وقائدة مركز الشرطة السابع النقيب مريم إدريس أن السيمينار يدفع لمزيد من العمل الشرطي الجاد، داعية أولياء الأمور لتنشئة الأبناء بالقيم المجتمعية السمحة. وأكد المشاركون في السيمينار بأن مكافحة الجريمة وضمان السلام والأمن ليست مسؤولية الشرطة لوحدها، ويجب مشاركة جميع قطاعات المجتمع. تسببت الأمطار الغزيرة المصحوبة بالثلوج والعواصف التي هطلت في مساء 26 من أبريل في عدغيح بأضرار بالغة على البساتين والمزارع، ودمرت في منطقتي حينبة وعبوخ 10 هكتار من البساتين النامية عن طرق الزراعة المروية، وانجرفت معدات زراعية متعددة. كما تعرض 16 هكتارا في مناطق مرقدة ووادي بور ودخا، حسب التصريحات التي أدلى بها خبير تنمية الخضروات والفواكه السيد منقستاب أرأيا. وأشار إلى أن هذه الظاهرة تعد الأولى من نوعها منذ 20 عاما مضت، وناشد المنمون وزارة الزراعة لتقديم الدعم لهم، باعتبار أن هذه الحادثة أضرت كثيرا ببساتينهم. نظم في مديرية بارنتو خلال الفترة من 14 ولغاية 25 من أبريل أسبوعا طلابيا ثقافيا رياضيا. اشتمل الأسبوع الذي شارك فيه 500 طالب، بينهم 230 طالبة من طلاب المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية، على قرى المدارس ومنافسات رياضية ومعلومات عامة وآداب واختراعات وصناعات وأعمال يدوية ورسم وغيرها من الفعاليات الطلابية. وأوضح المسؤول التعليم في المديرية الأستاذ داوود كلالة الهدف من الأسبوع هو تنشئة الشباب على القيم السمحة وتقوية بنية الطلاب الجسمانية وخلق بيئة لتبادل التجارب بين الطلاب وتأمين المنافسات الرياضية. في الختام وزعت الجوائز على الفائزين على المستويات الفردية والفرق والمدارس. السادة والسيدات، إلى فاصل ما ثم فيكم بالأنباء العالمية. اعترضت الدفاعات الجوية السورية هجوما بالصواريخ إسرائيلية على محيط مدينة حمص وسط سوريا، أسفر عن إصابة 3 مدنيين وبعد الأضرار المادية بحسب وسائل إعلام رسمية سورية. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية سانا أن القصف أدى إلى إصابة 3 مدنيين بجروح متعددة واشتعال محطة وقود مدنية واحتراق عدد من الصهاريج والشاحنات. من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الصواريخ إسرائيلية دمرت مستودعا للذخيرة تابعا لحزب الله اللبناني في مطار الضبعة العسكري في ريف حمص. قال وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ لنظيره الصيني أن الانتشار العسكري على حدودهما المتنازع عليها في جبال الهيمالايا يقوض العلاقات بين البلدين، ودعا إلى فضل الاشتباك للحفاظ على السلام والهدوء. وتحدث الوزير مع نظيره الصيني الجنرال لي شانغوغ قبل اجتماع وزراء دفاع منظمة شانغهاي للتعاون التي ترأسها الهند هذه السنة. هذا ونقلت وزارة الدفاع الصينية عن وزير الدفاع لي شانغو قوله أن المصالح المشتركة للصين والهند أعلى من خلافاتهما، ويجب على الجانبين اتباع نهج شامل للعلاقات الثنائية والتنمية. ويتمحور الخلاف الرئيسي بين الصين والهند حول ترسيم حدودهما على مساحة 60,000 كيلومتر مربعا في ولاية أرونشال براديش الشمالية الشرقية، فضلا عن منطقة جبلية في شمال كشمير.
حذرت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون من أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لتعزيز الردع النووي ضد بلادها لن يؤدي إلا إلى أخطر وأكثر فداحة. وقالت يو جونغ الشديدة النفوذ أن بيونغ يانغ مقتنعة بضرورة أن تحسن بشكل أكبر برنامج الردع النووي الخاص بها وفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية. وأضافت أن إصرار الأعداء على حد وصفها على إجراء تدريبات نووية ومضاعفة نشر الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية يمنح الحق لبلادها في الدفاع عن النفس. وكانت واشنطن وسول حذرتا خلال قمة في واشنطن كوريا الشمالية من أن أي هجوم نووي تطلقه سيفضي إلى نهاية لا تحمد عقباها. ختاما لا يسعنا إلا تذكيركم بأبرز العناوين. كأس هدية الاستغلال يواصل جولته بإقليم شمال البحر الأحمر. شهد بوكلاء الصحة في القرى لمكافحة الملاريا. دعوة لأولياء الأمور لتوجيه أبنائهم إلى القيم السمحة. جرحى بقصف جوي إسرائيلي في محيط حمص. الهند تحذر الصين من الانتشار العسكري لقواتها على الحدود. وشقيقة الزعيم الكوري الشمالي تحذر من اتفاق الردع النووي بين سول وواشنطن. في أمان الله وحفظه.